السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده معانا فيديو جديد. معانا طريقة الكيكة اللي احنا عملناها مع بعض، اللي احنا قطعناها الصبح دي مع بعض في الفطار. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 2 بيضة، معايا رشة من الفانيليا او معلقة صغيرة كده من الفانيليا السايلة، معايا نص كوباية من السكر، ومعايا نص كوباية من اللبن. هضرب المكونات دي في الخلاط كده، وبعد كده هنزل بالزيت. يبقى معايا بقى ايه؟ نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، 2 بيضة، معلقة صغيرة من الفانيليا اللي هي السايلة. زي ما انتم شايفين كده ضربت المكونات دي الاول. بعد كده بقى انا بحب احط بقى ايه في الزيت اللي انا بعمله للكيكه، بحب احط برضو إيه زي نصه كده، معلقتين من السمنه البلدي يعني. هلم بقى كل الحاجات اللي قدامي دي، وهبدأ بقى افتح ايه الدقيق. باخد بقى ايه كمية ايه الدقيق بتاعتي المناسبة للخليط ده، بتبقى كوباية ونص من الدقيق. تمام. انا ما بعملش الكيكة عالية، انا بعمل هنا الكيكة طبقة خفيفة لان هي عبارة عن طبقات. فخلي بالكم من النقطة دي برضو. انا ببقى مش محتاجة كيكة كبيرة عالية يعني. خلاص. هنا بقى اخدت معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر، وبعد كده حوالي معلقتين كاكاو. كانوا هما اخر حاجة عندي بقى كده. هنخل كل المكونات السايبة دي مع بعض كده واقلبهم كويس. برضو هحط رشة من الملح كده صغيرة عشان تعادل الكاكاو بتاعي، تعادل الطعم كده. وبرضو هحط برضو بص دي بقى ايه ذرة صغيرة كده من البيكنج، اللي هو الكربونات وبيكنج صودا ده، او الكربونات يعني. ماشي. بعد كده بعد بقى ما ضربت الخليط السائل بتاعي دوت، هبدأ ايه اسمي الله كده وبالراحة، وابدأ ايه اصبه كده على الخليط السايب بتاعي. مفيش اسهل من كده يعني بصراحة. هي تبان ان هي خطواتها كتيرة بس سهلة جدا. يعني دي بقت بصراحة من احب الكيكات اللي بعملها عندي دايما، ليا وللولاد، وبصراحة كل اللي اكل منها يعني بتعجبه الحمد لله يعني، يعني بتعجبه يعني. المهم، هقلب كل ده كده كويس بقى، عشان ايه الدقيق بقى وكل ده كده ايه يعني يتغلغل في بعضه بقى كده. خلاص كأني بعمل كيكة عادية خالص اهي، كيكة عادية بالشوكولاتة. بس الفكرة ان هي الطبقة بتاعتها بتبقى طبقة خفيفة مش عالية. زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بقى، انا هنا كنت حاسة ان الخليط سميك شوية، هنزل بحوالي معلقتين من اللبن اهو. كان اللبن معايا دافي طبعا، والبيض بحرارة الغرفة زي ما بيقولوا كده، او انا ببقى مطلعاه من بدري جدا في المطبخ يعني، من التلاجة، مطلعاه من التلاجة يهدى خالص. وبعد كده بشتغل ايه في الكيكة بتاعتي. طبعا انا عملت الكيكة دي قبل كده معايا يعني معاكم في القناة، وعملتها كتير جدا عايزه اقول لكم، وما كنتش بصورها. وبصراحه يعني كل مره كنت بعمل فيها تركية ممكن ايه مختلفه عن اللي قبلها يعني. بنوع في البسكوت فاهمني. واوقات عملت الكيكه دي بيضه، يعني ما عملتهاش بالشوكولاته كده، كنت بعملها كيكه فانيليا عاديه. هبدا اسوي بقى الخليط بتاعي في الصينيه، واكون طبعا مسخنه الفرن من قبلها، من وانا يعني مجرد ما ببدا اشتغل في الكيكه بتاعتي بكون مولعه الفرن بتاعي. بحطها طبعا على الرف الاوسط يعني، في الوسطاني في الفرن. ودرجة الحرارة تكون هادية طبعا، لان الكل بيكون الفرن سخن. بعد كده بعد ما تستوي بطلعها. عندي نص كوباية او كوباية على حسب الكيكة بتاعتي ما هتتشرب يعني. كوباية بقى من الحليب سادة، او نسكافيه، او كاكاو زي ما تحبوا. خلاص. يعني اللي هنسقي بيه الكيكة ده الطعم اللي احنا نحبه. انا هنا كنت عاملاها بنكهة القهوة على فكرة، ما كانش عندي نسكافيه كان خلصان، وحبيت اغير الطعم بتاعها عملت لها قهوة.
يعني كنت عامله قهوه بلبن على البوتاجاز، وسبتها تهدى شويه، وبعد كده سقيت بيها الكيكه بتاعتي. هنا بقى الطبقه التانية، على ما الكيكه بتاعتي تهدى خالص هحضر الطبقه التانية، عباره عن لبن، زي ما تحبوا، من 3 كوبايات ل4 كوبايات لبن. وبعد كده انا كنت هنا حوالي تقريبا 3 كوبايات دول كانوا برضو هما الموجودين عندي، لان كنت اخدت طبعا لبن في الكيكه يعني. فحطيت هنا ايه، حطيت السكر طبعا حسب الرغبه، حطيت 3 معالق من النشا ومعلقتين من الدقيق، معالق صغيره خلي بالكم. بصوا بقى، انا كده بحضر صوص ابيض او مهلبيه زي ما بنسميه يعني، خلاص زي ما بتسموها يعني. فعباره عن الطبقه التانية دي عباره عن مهلبيه، لبن نشا دقيق. هبدأ طبعا اقلب كده ايديا في الخليط دوت باستمرار علشان ما يكتلش معايا. مجرد طبعا ما المكونات دي بتدخل في سخونية النار بتبدأ تكتل خلاص. فانا طبعا ايديا شغالة فيها تقليب كده مستمر. طبعا هي الخطوة دي بتبقى معلش متعبة شوية، بس هو ده لازم يعني زي ما انتم شايفين كده. انا كنت بفصل الكاميرا وبرجع تاني، قال لكم ان هي خلاص كده بدأت ايه، بصوا بدأت يعني بدأت السمك بتاعي يتقل شوية كده كده. بكون محضرة بقى ايه مكعب من الزبدة او معلقة من السمنة البلدي، إيه زي ما تحبوا يعني خلاص. ده او ده اللي متاح عندنا يعني بيسد يعني. زي ما انتم شايفين طبعا يعني غلبتني شوية بصراحة على ما قامت معايا. هنا خلاص بدأت بقى ايه ان هي السمك بتاعي يتقل خالص. حطيت معلقة كده من السمنة البلدي، هطفي بقى النار. وبعد كده ايه هحط من يعني حوالي كده ايه معلقة صغيرة جدا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا علشان تطعم الخليط ده برضو زي الكيكة كده. اهو بصوا زي ما انتم شايفين حاجة صغيرة ذرة كده من الفانيليا السايلة، او باكت من الفانيليا اللي هي البودرة، بصراحة بتبقى جميلة جدا برضو. طبعا انا بسيب الخليط ده يهدى شوية، هو سخن بس بسيبه يهدى يهدى كده، ما بحطوش مباشرة على الكيكة. خلي بالكم من الخطوات دي يا حبايبي ماشي. طبعا هنا كنت بقى ايه، تعبست كده في الدولاب، طلعت كل البسكوت اللي كان عندي طبعا، لان الكيكه دي كنت بعملها باستمرار يعني. كان ده باقي قبل كده من مره، بصراحه كنت جايبه كميه قبل كده فده كان باقي. والبسكوت البني اللي انا بالشوكولاته ده اللي وريته لكم برده كان باقي برده عندي من مره قبل كده. ده بقى ايه بقى، دي التركه الجديده بقى هعملها معاكم النهارده. بصوا مشكله دوت البسكوت اللي الولاد بيستلموه من المدرسه. طبعا كل ما افتح واحد الاقيه مهري يعني بصراحه. بصوا خساره يعني بصراحه، كنت بلاقيه مهري، فطبعا هيهدر معايا كتير يعني. فكنت بحاول ان انا اخد ايه البسكوته السليمه اعمل بيها يعني. ده بصوا البسكوته اللي انا كنت بوريها لكم دي شبه بسكوته الاولكر، يعني شبهها قوي، مقربه منها. بصوا ده بقى مختلف يعني، بصوا الفرق. النوعين دول كانوا بيستلموهم في المدرسة، ساعات كانوا بيستلموا دوت مع نوع تاني محشي كده، بسكوت يعني بسكوت محشي يعني بالكريمة كده. وساعات او يوم تاني بيسلموا له هو البسكوت النوع التاني ده برضو مع المحشي. انا بحب بصراحة دوت، انا بحب النوع ده بيكون متحمص كده وجميل، بيكون لونه بني كده غامق بحبه. هنا بقى كان بصوا الخليط هدي معايا شوية الحمد لله اهوت. ببدأ بقى ايه اصبه على الكيكة بتاعتي. هو المطبخ ده بصراحة هو يعني مفيش اسهل منه مفيش اصعب منه. يعني طول ما احنا هنحس ان هو صعب هنحس ان هو صعب، مش هننجز فيه. لو حسينا الحاجة سهلة وجربناها مرة واتنين وتلاتة بحب كده، صدقوني هتحبوا المطبخ، هتحبوا انكم تجربوا، هتحبوا انكم تعملوا كل جديد او كل حاجة يعني، فاهميني. عفوا يا حبايبي. هنا بصوا بقى كده كنت بقى ايه باخد البسكوتة السليمة شوية كده معايا، وكنت بعملها. هنا كنت بحط البسكوتة اللي هي العريضة الاول،
زي ما انتم شايفين طعمها بيبقى بصراحة جميل قوي. كان كنت عاملاها قبل كده برضو، لحد هنا، بس لحد طبقة البسكوت دي، بس ما حطيتش لها الطبقة اللي هي الأخيرة اللي أنا هحطها دي دلوقتي. عايزة أقول لكم والله العظيم بجد كانت عاملة زي شفتوا الآيس كريم اللي احنا بنشتريه كده ببسكوت بالظبط، كان طعمه يعني كان، بصوا البسكوتة عريضة، فكانت عاملة زي الآيس كريم بالظبط اللي احنا بنشتريه كده من السوبر ماركت. فهنا بصوا كنت باخد بقى ايه حاولت ان انا اشكلها، يعني بصراحة اعملها ايه، جزء جزء جزء، يعني جزء كده من البسكوت اللي هو العريض ده، وجزء من البسكوت اللي هو السادة الخفيف ده، وجزء برضو تاني من اللي هو بسكوتة الشوكولاتة اللي هتشوفوها دلوقتي. طبعا كنت باكل منه طبعا وانا واقفة، والولاد برضو بصوا عايزة اقول لكم يعني كنت بديهم كده برضو، ما هو كان كتير بصراحة، يعني كان كمية برضو اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الكمية يعني كفت معايا وفاض كمان. وعايزة اقول لكم ما استخدمتش البسكوت الاوركر ده برضو، سبته المرة تانية برضو انا بقى اعمله مع نفسي كده. هركن بقى الصينية بتاعتي كده على جنب، البسكوت يمسك في طبقة الكريمة او طبقة المهلبية زي ما تسموها. عندي هنا كوباية وربع يعني كده من المية، او كوباية من الحليب. بيبقى طعمه حلو قوي على فكرة. وهنزل بباكت كده من الكريم كراميل اللي هو الجاهز. وطبعا بنحط معلقة نسكافيه بلاك، بس طبعا انا ما عنديش بصراحة خلصان من عندي، فاستكفيت بالصوص بتاع الكريم كراميل دوت. بيدينا يعتبر برضو نفس المعادلة يعني. هو في اللون كطعم بصراحة النسكافيه بيبقى جميل جدا يعني. بس طبعا احنا يعني ايه بقى، احنا بنعمل حاجة حلوة كده للولاد، مش حابين ان احنا نكلفها. فزي ما انتم شايفين اللبن موجود في البيت، الدقيق موجود في البيت، طبعا الدقيق اللي راح في داهية دوت. يعني بصراحة الله المستعان بجد على الاسعار اللي احنا كل يوم بقينا بنسمعها. بجد ربنا يلطف بينا، ربنا يلطف بينا، وربنا يعين كل الناس على حالها. بصراحة زيادة الأسعار دي بقت حاجة مخيفة جدا وحاجة صعبة، لأن زيادة الأسعار دي في الأكل اللي احنا بناكله. انتوا متخيلين؟ مش في لبس بنلبسه هنستغنى عنه، أو في حاجة نقدر نستغنى عنها، لا ده في الأكل اللي احنا بناكله يوميا. فيعني الله المستعان بجد والله يا حبايبي يعني. ربنا يرفع كده البلاء والغلاء اللي احنا فيه دوت يا رب. هنا طبعا كده كنت عملت الصوص الاخير دوت اللي هو الصوص كريم كراميل. على النار فضلت اقلب فيه زي نظام المهلبية، وهحطها في التلاجة.